السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله عاملين فيديو جميل جدا، اللي هي من الاكلات اللي هي بتبقى كلها في حلة واحدة. جميل وجديد ومفيد، وهيخلي ولادنا يحبوا كبدة الفراخ. عشان في ناس كتير من ولادنا مش بياكلوها، فهندخلها لهم في وجبة متكاملة مع الفريك. وطبعا حضراتكم عارفين القيمة الغذائية للفريك، وان هو مفيهوش سعرات حرارية زي الرز والمكرونة والعيش. فدكاترة التغذية بتنادي ان احنا ندخله في اكلاتنا كتير. دي يا جماعة كبدة فراخ، وعاملين معاها فريك، تبقى فريك بكبدة الفراخ. جميل جدا جدا ومليان مكونات. شايفين الالوان، في بصل وفي فلفل الوان وفي فلفل اخضر وفي طماطم، في كل حاجة. طعمه جميل جدا جدا جدا، يا ريت تجربوه. ويا ريت اللي اول مرة يشوفني يشترك في القناة ويفعل الجرس علشان يوصل لكم كل جديد، ونصلي كلنا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. يلا بينا نسمي الله ونبدأ الفيديو بتاعنا ونشوف عملنا الطبق الجميل ده ازاي. يلا بينا. اهلا بكم. هنعمل زي ما قلنا كبدة فراخ بالفريك. الفريك طبعا ممتاز جدا جدا في القيمة الغذائية، وكمان سعرات حرارية قليلة. طب هنحضرهم ازاي؟ اول حاجة هنحضر كبدة الفراخ بتاعتنا زي ما حضراتكم شايفين كده. احنا جبناها طبعا. كبدة الفراخ بتبقى كبيرة، قطع كبيرة، فمش هينفع ان احنا نستخدمها كاملة. فانا زي ما انتم شايفين كده قطعوها بقى بالطريقة اللي حضراتكم عايزينها اهو زي ما انتم شايفين كده. وبرده الكمية على حسب كمية الفريك المستخدمة. انا هنا حوالي نص كيلو فريك، وده حوالي برضو نص كيلو كبدة متقطعة ومتنضفة. هنكمل بقى تنظيفها ازاي. زي ما انتم شايفين كده، انا كنت عملت قبل كده فيديو على القناة تنظيف الكبدة بتاعت الفراخ. هنحط عليها معلقتين كبار خل، ونقلب كده لحد ما تغلي المية، علشان احنا عايزين نقضي على الزفارة بتاعتها تماما. هنسيبها كده لحد ما المية تغلي. وهنا الفريك بتاعنا نقيناه كويس جدا زي ما حضراتكم شايفين كده، وهنغسله كويس. وبعد كده ممكن ننقعه نص ساعة، علشان الفريك مش بيشرب مية كتير في السوا، علشان ميبقاش غرقان مية ويبقى مفلفل. ادي الكبدة بتاعتنا. احنا بس اول ما هتغلي هنعمل ايه؟ هندلق المية بتاعتها خالص ونغسلها تاني تحت الحنفية. خليكم معايا، تابعوا معايا هنشوف هنعمل ايه. يا ريت الاول مرة يشوفني يشترك في القناة، فعل الجرس علشان يوصل لكم كل جديد، ونصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. خليكم معايا. الكبدة بتاعتنا غليت في المية بخل، وصفيناها وشطفناها تاني بالمية بتاعت الحنفية. شايفين بيضة ازاي، نضيفة ازاي. حطينا معلقة زيت ومعلقة زبدة، وهنبدأ ناخد الكبدة بتاعتنا تشويحة. في نفس الوقت غسلنا الفريك بتاعنا وسايبينه منقوع في شوية مية. نخلص بس الأول الكبدة وبعد كده نكمل الطريقة. أحب أشكركم شكرا جزيلا أحلى متابعين على التعليقات الجميلة، ادخلكم للقناة بتاعتي وعلى التشجيع المستمر. جزاكم الله كل الخير. حطينا فلفل وكمون، وهنحضر بقى البصل بتاعنا. خليكم معايا. قطعنا بصلايه كبيره زي ما حضراتكم شايفين، وحطيناها على
لمينا الكبده بتاعتنا كده على جنب وحطينا البصل يتشوح. ومجهزين زي ما حضراتكم شايفين توم، فصين توم وقرن فلفل حامي وقرن فلفل من العادي. لازم البصل بتاعنا يتشوح كويس علشان ما يبقاش ناشف في الاكل لما نحطه على الفريك. وفي الوقت ده برضو احنا الفريك بتاعنا اهو شايفين نضف ازاي ونقعناه حوالي نص ساعة. لما البصل يتشوح هرجع لحضراتكم ونتابع مع بعض، خليكم معانا. ضفنا الفلفل والثوم وبرضو بنشوح شوية لحد ما الثوم الريحة بتاعته تطلع. شايفين شكل الكبدة جميل ازاي؟ شايفين دي كده يا جماعة ممكن تكون طريقة عمل كبدة الفراخ بكل سهولة وكل نظافة من غير ما نضيف لها الفريك. لو عايزين نحط الفريك هنحط بقى الفريك، هيبقى ناقص لها عصرة ليمونة في الاخر قبل ما نطفي. سهلة جدا وجميلة. شايفين شكلها عامل ازاي؟ خطيرة خطيرة. يا ريت اللي اول مرة يشوفني اشترك في القناة ويفعل الجرس علشان يوصل لكم كل جديد، ونصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. ادي الفريك هنضيفه بس شوية كده من ايه نشوحهم مع بعض. خليكم معايا. ضفنا المية. لازم ناخد بالنا ان الفريك مش بيحتاج مية كتير، يعني مش بنغطيه يا دوبك كده، وبنتبل بقى نحط التوابل اللي احنا عايزينها وبنسيبه لحد ما يتشرب شوية، وبعد كده بنغطي عليه. شايفين شكله جميل ازاي يا جماعة حتى من قبل ما يستوي في الكبدة. الاكلة دي وجبة غذائية متكاملة هتعجب ولادنا جدا جدا. وكمان السعرات الحرارية في الفريك اقل من الرز من المكرونة، فبيعتمدوها دايما في انظمة التغذية للرجيم. خليكم معايا بقى اما يستوي هوريه لكم باذن الله. وده يا جماعة الفريك بتاعنا بعد ما استوى. شايفين الجمال شكله حلو جدا جدا، ويعتبر وجبة غذائية متكاملة مع شوية سلطة. الولاد هيحبوه جدا جدا، وكمان هيخلص بسرعة بالنسبة للمرأة العاملة لو حبت تيجي وتعمله على طول. يا ريت تجربوه، يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، واشكركم شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.